السلام عليكم لكل متابعين قناتي أعمال يدوية وأفكار حلوة كتير. يا رب دايما تبقوا بخير. ده الفيديو بتاعي زي كل مرة بالصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وإن شاء الله الفيديو بتاع النهاردة يعجبكم ويكون سهل وبسيط خالص، لأنه من خامات هنرميها وهنستغلها نعمل لها إعادة تدوير. زي ما انتم شايفين كده أنا جايبة الكراتين دي على فكرة من محلات الأحذية. جمعت كده مجموعة وشلتها على أساس إن احنا نشتغل بيها شوية شغل كده. ودي طبعا بواقي كرتونة عادية خالص. هبدأ إن أنا أعمل زي شنطة من الكرتون، بس هتعجبكم جدا جدا، أو بوكس بقى معين تحطوه وتعملوا يكون هدايا براحتكم بقى، المتاح ليكم تقدروا تستغلوه. طبعا بقى بسرعة لايك للفيديو يلا علشان تدعموا الفيديو ويوصل لكل المتابعين للقناة. فمبدئيا انا غلفت الكرتونه العاديه الصغيره بالكرتونه اللي انتوا شايفينها ديت. حاولت اجيب قطعه يعني مستطيله، وحاولت ان انا اقسمها على قد المساحه بتاعه الكرتونه اللي عندي. طبعا ما اديتكوش مساحات، بحيث على حسب المساحه اللي عندك، العلبه اللي عندك ومساحتها. وبدات اغلفها بقماش الجوخ زي ما انتوا شايفين. وطبعا البدائل بتاعتنا معروفه، ممكن اعمل قماش الجوخ، ممكن اعمل اي قماش عادي، ستيكر، اي حاجه. بعد كده بقى ده نوع من انواع الستيكر، انا لقيته جديد كده عجبني بصراحة. جبته بعدين غلفت بيه الكرتونة زي ما انتم شايفين. بعد كده بقى المفروض ديت التقفيلات. هبدأ ان انا اعمل الديكور بتاع العلبة او بتاع الشنطة، او تحت اي مسمى انتوا تحبوه بقى او انتوا محتاجينه. هنبدأ ان احنا ننفذها زي ما انتوا شايفين كده. هبدأ ان انا هتتثبت بالشمع زي ما انتم شايفين طبعا، وهتتحط لانها مش هتبقى قطعة متحركة، هتبقى ثابتة معايا على الكرتونة يعني. خلي بالكم انا في هنا دي قفلتها، الجزء ده قفلته بسكوتش، اللي هو اللي بيجيبوا من حالات الكولا في الخيوط، لزق كده. بس للاسف الجزء ده ما جاش، معلش اتقصت بقى معايا في الكاميرا. المهم دلوقتي انا هبدأ ان انا احطها الاستيكر الاستراس بتاعي، معلش. وهبدأ ان انا اعمل بيه تزيين للعلبة بتاعتي. طبعا اي حاجة متاحة برضه، يعني ممكن اخد دانتيل، او انا الجزء اللي تحت ده هستخدم فيه الجزء ده من الاطار اللي انا جايباه. المتاح ليكم، عندكم حرية الاختيار في التزيين بتاع اي شكل احنا بنعمله. ده جزء من الكرتونة. طبعا انا قفلتها الجزئين ببعض بسكوتش، بس معلش بقى سامحوني ما بانتش في التصوير. هجيب جزئين كده من الكرتون، وبعدين هغلفهم بنوع برضو معايا من الاستيكر. وبعد كده دي هعملها يد للشنطة بحيث تطلع زي ما هتشوفوها بالظبط. طبعا وردية حلوة بقى نحطها في النص كده. اي فيونكة موجودة مثلا احب ان انا احطها، المتاح ليكوا طبعا في الموضوع ده. طبعا ده الستيكر برضو هبدأ ان انا اغلف بيه الكرتونة بتاعتي. انا حاولت اجيب الدرجات اللي هي في اللون بتاع الغطا بتاع العلبة، زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده بقى هبدأ ان انا اغلفها برضو، اغلف الجزء اللي جوه الجوانب بتاعتها. طبعا ديت التقسيمات من الكراتين.
هبدأ ان انا احطها علشان اعمل بيها الفواصل اللي انا محتاجاها، وهتشوفوها في العمل الفني وقت ما يكمل هتبقى شكلها عامل ازاي. طبعا الاشكال ديت انا غلفتها، يعني انا غلفتها طبعا برضو باللون المتاح، انا عملت كوكتيل بقى الوان لان الحاجات دي كانت موجودة عندي، فحبيت ان انا استغلها بصراحة عشان اجيب حاجات جديدة بقى يعني. آمم، فدي الحاجات اللي موجودة، حبيت إن أنا يعني هي على فكرة برضه لايقة كلّها مع بعض، وهابدأ إن أنا أعملها بقى تقسيمات. أنا عملت تقسيمات كتير لإن الحاجات اللي عندي كتير، فأنا عايزة أعمل لها التقسيمات اللي أنا عايزاها. آآ، هابدأ بقى طبعًا أثبّتها بالشمع زي ما أنتم شايفين كده، بحيث تاخد يعني تكون يعني تاخد التثبيت الكويس للكرتونة. أهو شايفين أنا عملت فيها مقاسات كذا مقاس، وعلى فكرة أنا زوّدت عليها تاني برضه، بعد ما حطيت الحاجات حسيت إن أنا محتاجة ليها، فأنا زوّدتها، وده شكلها طبعًا زي ما أنتم هتشوفوا دلوقتي. طبعًا كان عندي خرز بقى وشغل عشان قناة الإكسسوار، فأنا بدأت إن أنا أنظّمها فيها وزي ما باقول لكم أنا زوّدت عليها كمان، يعني أنا زوّدت كمان بعد الشكل اللي أنتم شفتوه ده. أتمنى إن هي تكون الفكرة عجبتكم، وبرضه عرّفوني في التعليقات الحاجات دي تعجبكم والّا لأ. الفكرة دي طبعًا ظريفة جدًا وجميلة، أنا عملتها في الفيديو اللي فات. أنا طبعًا مش هاتكلم عنها كتير ولا على الفكرة اللي بعدها، أنا هاسيب الفيديو يشرح نفسه، بس خلّي بالكم أنا ممكن يطلع دلوقتي قدّامكم شريط فوق كده يشرح يعني الفيديو ده أنا عملته إزاي، تتنقلوا للفيديو التاني براحتكم لو ما فهمتوش من ده. وطبعًا خلّي بالكم في شاشة النهاية في الآخر بيطلع شوية فيديوهات كده لو أنتم حابين تتفرّجوا عليها. طبعًا فيديو سهل وبسيط، أتمنى إن هو يعجبكم، وأتمنى الناس الجديدة اللي أول مرّة تزور قناتي بسرعة يالّا اشتراك على القناة وسبسكرايب، وما تنسوش تفعّلوا رمز الجرس عشان يوصلكم كل جديد وطبعًا لايك وشير للفيديو، وشكرًا ليكم.